بسم الله الرحمن الرحيم. رأيي في مشوار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية الأخير إن ده من أفضل النسخ اللي قدمها النادي الأهلي من ساعة مشاركته في كأس العالم للأندية عبر تاريخه من حيث الأداء وليس النتائج، لأن طبعا النتائج مش أفضل حاجة، إنما بحيث الأداء الأهلي قدم أداء جيد جدا من وجهة نظري، بخلاف الأخطاء الساذجة اللي حصلت اللي كلفتنا أقل حاجة إن إحنا ما نطلعش بميدالية في كاس العالم للانديه ده. انما من حيث الاداء وشخصيه النادي الاهلي ظهرت بقوه مع المدرب المحنك مارسيل كولر. المدرب ده فاهم بيعمل ايه ومذاكر كويس وعنده شخصية النادي الأهلي، يعني المدرب ده يليق جدا بشخصية النادي الأهلي. يكفي ان على سقف طموح النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي ان احنا دلوقتي أي فرقة بنلعبها سواء قارية أو عالمية أو محلية ان احنا داخلين هدفنا الفوز، وبنلعب ند بند معاهم بأي شكل من الأشكال مهما كان الفروقات بيننا وبينهم. وده اللي كان ناقص الأهلي من فترة طويلة جدا من أيام مانويل جوزيه. وبالرغم من كده ان انا شايف ان مارسيل كولر جريء جدا وشجاع جدا ان هو يقابل الفرقه دي ويبقى عايز يكسب. فاحنا عايزين نحافظ على المدرب ده لاقصى مده ممكنه، بحيث ان هو هيخلي شكل الاهلي في حته تانية لو اتلبى رغباته. انما طبعا الايجابيات اللي احنا شايفينها ان الاهلي احتك بفرقه قويه جدا قبل خوض مباريات كاس افريقيا، دوري ابطال افريقيا اللي هي هتتلعب خلاص الاسبوع الجاي بالنسبه للاهلي اول ماتش ليه يعني. فطبعا الاحتكاكات اللي احنا احتكناها دي بالفرقه القويه دي هتساعد الاهلي وهتديله دفعه وثقه كبيره جدا في امكانياته ان هو قادر يغلب الفرقه دي بكل سهوله وبكل بساطه. انما طبعا عندنا مشكله ازليه بقالها فتره وبنناشد بيها مجلس الاداره كجمهور يعني، وحتى المدرب قالها كذا مرة ان احنا بنشتكي من عدم وجود مهاجم كفء للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يعني احنا بنوصل للجون كتير جدا وبنضيع فرص كتير قوي، وده ما ينفعش في الماتشات الكبيرة. واديكوا شفتوا لما بنضيع في ماتشات كبيرة ما بتتعوضش، خلاص بتخسر الماتش. انما عشان الدوري المصري فانت بتعرف تعوض الفرق كلها، بتبقى يعتبر اقل منك في الامكانيات وفي كل حاجة. انما عشان تنافس الفرق العالمية دي لازم يكون عندك مهاجم قوي جدا. فاتمنى ان احنا عندنا النقطة السلبية دي نعالجها باسرع شكل ممكن، لان طبعا القيد قفل فاحنا ما عندناش فرصة خلاص ان احنا نتعاقد مع مهاجم اجنبي او ايا كان. فلازم نشتغل على النقطة دي في اهدار الفرص ونعالجها باسرع شكل ممكن عشان نعرف نكمل. وشكرا.